معنا مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، تلقي اتصال من عند عائلة أحمد أمين. أحمد أمين شاب عنده 40 سنة، تزوج 7 سنوات، عطى ربي 2 وليدات، خدام في مركز تجاري في الدار البيضاء معروف. الوضع ديالو مع الزوجة ليس على ما يرام مؤخرا. من بعد مؤخرا حوالي أسبوع تقريبا كيشوف بعض السلوكيات ديالها ماشي هي هذيك، وهداك النهار ما خدامش تبعها، لقاها طلعت للطوموبيل. والله العظيم الا مأساة. لقاها طلعت للطوموبيل، مول الطوموبيل اللي هو صاحبها داز عليه بالطوموبيل تبعو معاه. اختي لطيفه، انت الخاله ديال احمد امين، عاودي لي هاد القصه ديال احمد امين بالعلاقه ديالو بها من الاول. السلام عليكم ورحمة الله. شنو نقول لك، خليها الله سبحانه وتعالى، الله ياخذ فيها الحق، هي اللي كانت سبب هذا الشيء كلشي. كان امين كان كيقول على ود ولادو ما يشتتش ولادو، اما هو كان كيشك شحال من خطره، وهي كتمشي لدارهم كتغبر وكيجيب عاوتاني نفس سميتو. المهم هو ولد معاه 2 وليدات، ودوك الوليدات على دوك الوليدات ما بغاش يدير شي حاجه، ما بغاش يطلقها، ما بغاش بزاف د الحوايج. كنقولوا ماشي مشكل، كاين على الشيطان كيقول صافي رجعها، كيرجعها صافي، كتبقى العلاقه مزيانه. مؤخرا يلا جات مؤخرا وخدمها، خدمت في واحد الخدمه حدا قريبه نيت الخدمه ديالو حتى هو، وخدام في واحد مركز تجاري كبير معروف. نهار الاربع عنده الروبو بحال اليوم نيت، عنده الروبو. ملي قالت لي راه غنمشي نتغدى، نجيب الشكاره لولدو. خرجت، هو تبعها حيت شك فيها، تبعها وخلى الولد في الدار وتبعها. ملي تبعها مشات لنفس البلاصه فاش خدام هو في الباركينغ، شافها ركبات مع السيد، حيت كاين الاقراص، كاين الكاميرات، كاين كلشي تما. ركبت مع السيد، هو شافها جا كيجري، وهي كتقول راجلي، حيت هاد النطق ماشي امين، راه هو ما بين الحياه والموت. دابا اليوم جاتنا، مشينا للكلينيك قالوا لنا راه صافي، هبط كلشي، هبط لا طونسيون، هبط كلشي يعني، وهي مازال كدور. المهم ما عليناش، داز عليه الطوموبيل. انا نسال شد كتقول لي راجلي هذاك ما تضربوش. كتقول هادشي، كتقول لصاحبها. وهذا الشيء مكتوب في المحضر، كاين في المحضر هادشي متكاتب، لان مشات مع السيد وكل شيء. المهم ضرب السيد، ضرب ولد اختي، تضرب واللي هو بحال ولدي نيت، تضرب. ملي تضرب هي مشات معاه، هربوا، ما بقاش، ماشي وقفات باش تساعدو، ولا تمشي ملي خافت منه تمشي غير للبوليس تقول لهم فلان راه تضرب وضربوا وكنت مع السيد. الا ما كانش في نيتها شي حاجه خارجه من يعني من هذا الشيء ديال اللي شافها معاها، تمشي ماشي مشكل، تمشي غير تعلم السلطات. اختي لطيفه، انا عرفت انت مرتبكه، وانا تبعت الملف وقريت الوثائق. تحرقنا الله يرزقكم الصبر يا رب، نتمنى يكون خير يا رب. مشاهدينا الكرام، بغيت نوري راي العام اكثر في الموضوع، وغنمشي عند الام. القصه وما فيها انه حس بالزوجه ديالو، تبعها، لقاها في الطوموبيل، مول الطوموبيل، حرك الطوموبيل داز عليه، تضرب مسكين محمد امين في الراس. الزوجه ديالو
هربات بغات تهز ولادها وكانت بغات مشات لمحطة، اعتقد محطة الطرقية او محطة ديال القطار اذا صح التعبير، بغات تهرب. هادشي كاين في المحاضر. تم الاعتقال ديال صاحبها العلاقة ديالو معاه بدات لانه هي كتخدم في ريستورون، وهذيك الريستورون اللي كتخدم كيجي كياكل عندهم، وهذيك الريستورون قريبة لواحد البلاصة معروفة في الدار البيضاء اللي هو أكبر سوق ديال الأسماك، هو من تاجر أحد من تجار الأسماك بشكل كبير. تما فين تعرفت عليه وربطت معاه العلاقة. محمد أمين بين الحياة والموت، تم الاعتقال ديال صاحبها وهي متابعة بالخيانة الزوجية في حالة صراح. السؤال المطروح أنه العائلة ما صبروش على ولدهم، هزوه للكلينيك. الكلينيك من ولا الكلينيك كيقول لك عيطوا للفقيه حلل وناقش، وضع صعب. الام ما عرفت كيفاش. واسيدي ربي مشى ليا ولدي على امي، واسيدي ربي. السلام عليكم. قولي اللي بغيتي يا امي. واسيدي ربي ولدي مشى ليا، واسيدي ربي انا كنطلب حق ولدي، واسيدي ربي انا بغيت حق ولدي، بغيت نبكي ما كيخليونيش العائله. واسيدي ربي ضاع ليا ولدي، واسيدي ربي ضاع ليا ولدي، وانا كنطلب من الحق من السي عموشتي وجلاله الملك. الله يموت ولدي غادي يمشي صافي، هادشي اللي غادي نقول. واخا انا غادي نقول هادشي غادي نقول. مشاهدينا الكرام، الملف النيابه العامه دارت صك اتهام اعتقال صاحبها معتقل وهي متابعه في حاله سراح، لانه ماشي اللي كانت سايقه الطوموبيل، هي متابعه في الخيانه الزوجيه في حاله سراح. السؤال المطروح انه العائله تقاوم، امر من الله والاطباء داروا مجهود، ولكن بعض المعلومات الرساله واضحه. الام وضع صعب، هذا كلامهم من طبيعي جدا. مشاهدينا الكرام، كما قالت لطيفه اللي هي الخاله ديال محمد امين، اش غادي نقولوا ما عمرها زارت ولا اش غتزوروا؟ انت سبابو في هادشي. السؤال المطروح في الموضوع، والله العظيم الا قمه في الارتباك هذا الملف. نتمنى انه تكون الرساله واضحه ونحن نتتبع الملف. امي فاطمه الوضع ديالها صعب، اللي كيقول لها المصحه هذا الكلام. الاسبوع دابا الدري ضربات على مستوى الراس. فين مضروب هو محمد امين؟ مضروب في هنايا في راسو هنا وفي الجبهه، يعني كل شيء راسو فيه الكروسات التكسرات. ومني داو كوما دابا عندي تقرير ديال الطبيب بلي ان المخ ديالو بالنهار ومات، المخ ما تحركش، يعني النبضات ديال القلب ديالو اللي خدامين بوحدهم. ولكن انا دابا كنطالب علاش تحيد من سميتو من المحضر. هي هضرات بالقول ديالها بلي ان كانت مع السيد، كانت هربات معاه ومحضر. واصلا الا كان ما كاينش هذا الشيء، ما عندهمش شي علاقه بيناتهم ولا شي حاجه باش يديروا ليه هكذا، علاش ما تجيش عنده للسبيطار المصحه فاش كاين؟ علاش ما حضراتش؟ وعلاش دوك الاقوال اللي قالت لك كانت معاه 2 مرات وهو كيقول انا كنعرفها 15 يوم هذه هذا اللي عندها معاه العلاقه. 15 يوم مشات معاه واحد الريستورون في سخيرات، عشاء ليلي في سخيرات. هو معترف هادشي؟ هي معترف، كاين في المحضر، هو معترف بان مشات معاه شي 2 مرات عشاء 2 مرات يعني. وهي دابا خارجه منها بلا حتى حاجه. وعلاش تهرب وتخليه؟ انا رسالتي للوكيل العام اللي كياخذ الحق، اللي كيقول في الدار البيضاء وكياخذ الحق للناس، بغيت ياخذ لينا حقنا في هذا ولد اختي اللي تقرحنا فيه بزاف. بغينا ياخذوا الحق تاخذ الوكيل العام ياخذ لينا حقنا من هذه السيده اللي خارجه كدور. وكنقول الوكيل العام كياخذ الحق، كنطلبوا منه ياخذ لينا الحق لهاد السيده اللي دابا خارجه كدور، والسيد مرمي بين الحياه والموت. اليوم جاتنا اخبار بلي ان صافي راه سكرات الموت فيه. كنتمنوا يا رب مسكينه الام تسمع هادشي. لا ماشي مشكل، الله يسلمك يا رب ولدي، يا رب ولدي،
يا رب العالمين يا ولدي. مشاهدينا الكرام، سوف أحاول أنني نستمر بطريقة مختصرة في الموضوع. الملف تقدم للنيابة العامة بالدار البيضاء، محكمة الابتدائية عين السبع. كانت حال اعتقد الجنايات، ولكن كان عدم الاختصاص. عاود رجع دابا النيابة العامة سالت، مشى للجلسة. ممكن انه الهيئه اذا لم تقتنع انه تحيل الجنايات، هذا امر يخص القضاء وذوي الاختصاص. مشاهدينا الكرام، في التصريحات لا ديالها هي الزوجه ديال محمد امين وديال صاحبه، ما بغيتش نقول الصديق ديالها، ديال صاحبه، كلشي معترف بانه كاين علاقه وتعارف وتلاقاو وكلاو بيناتهم وشربوا. هو مسكين امين الشرف ديالو ملي جا لعندو داز عليه بالطوموبيل. اعتقد قصة بدر تتكرر بطريقة أخرى. نحن لا تتبع الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد. مي فاطمة وضع ديالها صعب شوية على ولدها، خالته الله اللي عن بها. تعليق المواطن. شكرا لكم.